السلام عليكم، أهلا بكم حبايبي. معاكم ميس مروة من قناة ميس مروة. النهاردة إن شاء الله هنستكمل شرح منهج Discover لجريد 2 الصف الثاني الابتدائي. كنا أخدنا في الفيديوهات السابقة لغاية Chapter 2، أخدنا لغاية Lesson 6. النهاردة إن شاء الله هناخد Lesson 7. يبقى النهاردة هناخد Lesson 7 في Chapter 2. Lesson 7 في Chapter 2. طيب هو إيه التايتل اللي عندي الكبير ده؟ هنا بيقول لي بعنوان Engineering Design Process. Engineering Design Process اللي هي عملية التصميم الهندسي. طب ايه العنوان الكبير ده؟ ده احنا اتخضينا منه. متخضوش ولا حاجة. الليسن ده سهل جدا جدا، بس امشوا معايا بنفس الخطوات. طب يعني ايه Engineering Design Process اللي هي عملية التصميم الهندسي؟ يعني ايه عملية تصميم هندسي؟ يعني انا كده بقعد اصمم في دماغي عملية تصميم، بقعد اصمم. يعني ايه بصمم؟ يعني بخطط، يعني بنفذ، يعني بيكون عندي materials. يبقى انا هتكلم عن الانجينيرنج ديزاين بروسيس. طب يعني ايه برضو انا كده مش فاهم؟ طيب انا هلخص لك الليسن ده. احنا هناخد النهارده ان شاء الله ليسن 7 و8 و9 و10، لانه كلهم بيدوروا في دايره واحده وبيتكلموا عن موضوع واحد. ايه الموضوع اللي بيتكلم عنه؟ اللي هو I have a problem. I have a problem. يعني ايه problem؟ يعني انا عندي مشكله. يعني سيبك من التايتل الكبير ده كله اللي خضك وامشي معايا واحده واحده. اول حاجه عايزاك تعرفها problem يعني مشكله. يعني when you have a problem، لما انت بيكون عندك مشكله بتعمل ايه؟ بتبقى طبعا عايز تحلها. طيب انت عشان تحل البروبلم اللي عندك دي to solve a problem انت تحل المشكله، لازم يكون عندك ايه عشان تقدر اللي انت تمشي في المشكله واحده واحده وتوصل معاها لحل. You need to have steps يعني خطوات. يبقى ال two words اللي عايزاكم تعرفوهم، سيبكم من ال engineering design process وركزوا معايا. Number one، when I have a problem، لما يكون عندي problem يعني مشكلة. I need يعني أنا بحتاج to have steps، إن يكون عندي steps يعني خطوات. هنفهم كده كل حاجة لما نيجي نقرأ الأكتيفيتي أو الإكزامبل اللي عندي. بس أول حاجة عايزين نعرفها إن هو when I have a problem I need to have steps، إن يكون عندي steps خطوات بمشي عليها. طب إيه هي الsteps اللي عندي؟ number one، لازم يكون عندي idea يعني فكرة لحل المشكلة. number two، materials اللي هي الأدوات اللي أنا بستخدمها. plan اللي هي الخطة اللي أنا هعملها لحل المشكلة. build اللي هي الخطوات أو الخطوة الأساسية عندي اللي بستخدم فيها الماتيريالز لحل المشكلة. طيب هطلع هنا عندي الأكتيفيتي بيقول لي read the following paragraph then complete. أنا هنا بقرأ الباراجراف وبعد كده بنزل أحل الأسئلة اللي عندي. هنا بيقول لي at home one of a chair legs was broken. يبقى أنا هنا عندي problem. إيه هي البروبلم اللي عندي؟ at home يعني في بيتي، one of a chair legs يعني في رجل من رجل الكرسي واحدة منهم was broken يعني اتكسرت. يبقى أنا هنا قدامي إيه؟ problem. يبقى أمشي بالخطوات كده. I have a problem يعني عندي problem. You think أنت بتعتقد how to repair it. أنت إيه اعتقادك أو الحل اللي عندك to repair it تصلحها by using some nails and hammer، باستخدام nails أهي الماتيريالز عندي nails and hammer، وhammer اللي هو الشاكوش والnails اللي هي المسامير. You used أنت بتستخدم the hammer to fix the nails in the chair، بتستخدم الشاكوش عشان تثبت النيلز المسامير in the chair يعني في الكرسي and repair it وتصلحها. يبقى أنا هطلع من الباراجراف اللي عندي ده إن أنا عندي problem. إيه هي البروبلم اللي عندي؟ one of a chair legs was broken، إن في رجل من رجل الكرسي اتكسرت. يبقى لما أنزل تحت هنا ويقول لي the problem in the paragraph، إيه هي المشكلة اللي عندي في الباراجراف؟ هكتب له كده، هرقم لكم عليها number 1. هتقولوا one of a chair legs was broken. طيب the steps اللي احنا قلنا عليها the steps to solve this problem، ايه هي الخطوات اللي انا همشي عليها لحل المشكلة. هنا عندي number 1 عندي ايه؟ الايديا. يعني ايه الايديا؟ الايديا يعني فكرة.
سيبنا من الترتيب ده دلوقتي وتعالى كده نتناقش مع بعض. انا هنا عندي البروبلم عندي اللي هو ايه؟ one of a chair legs was broken. انت كده عندك في البيت لقيت ان فجأة في رجل الكرسي مثلا بتاعتك وليكن بتاعتك انت او بتاعت اخواتك was broken يعني اتكسرت. هتعمل ايه؟ انت كده قدام مشكلة. يبقى انا هنا عندي في lesson 7 هنا هو عايزني اشغل مخي ان انا لما اشوف problem اعمل ايه؟ اول حاجة إن تكون في دماغي إن I have steps I need steps لازم يكون عندي خطوات. أنا أي مشكلة بالنسبة لي I need steps لازم يكون عندي خطوات. كلمة steps دي مهمة عندي جدا هنا في lesson 7 لأن بدون الsteps من غيرها أنا كده مش هقدر أحل البروبلم. number 1 لازم يكون عندي idea لازم يكون عندي فكرة. number 2 لازم يكون عندي materials يعني أدوات أستخدمها to solve the problem. plan اللي هي الخطة اللي أنا أحطها في دماغي اللي من خلالها I will solve the problem يعني هحل المشكلة. build خلاص بقى أنا حضرت كل حاجة وهبدأ بقى بشكل عملي هعمل إيه بالظبط عشان to solve the problem أحل المشكلة. طب أرجع للباراجراف اللي عندي أنا عايز أقراه لكم مرة كمان كده بالراحة. هنا بيقول لي at home one of a chair legs was broken. You think how to repair it by using some nails and hammer. You used the hammer to fix the nails in the chair and repair it. يبقى البروبلم اللي عندي هنا في الباراجراف قلناها فوق one of a chair legs was broken يعني في رجل من رجلين الكرسي اتكسرت. طب هنا هبدأ أتكلم عن الستبس. عايزاكم بس تحفظوا أو تعرفوا الترتيب بتاع الستبس إن بيكون هنا عندي number 1 الأيديا، number 2 هي الماتيريالز، number 3 البلان، number 4 اللي هو البيلد. ده في حالة إيه؟ في حالة إن المشكلة اللي قدامي دي خلاص أنا وصلت للمرحلة اللي هي بتاعة البيلد دي وخلاص أنا حليت المشكلة. يعني اللي أنا عملته ده نجح وحليت المشكلة. ليه مس مروة بتقولي كده؟ لأن لو لغاية نمبر 4 الحل اللي أنا عملته والترتيب الستبس اللي أنا عملتها دي ما وصلتش معايا أو ما وصلتنيش لحل المشكلة بيكون هنا عندي حاجة اسمها my improved plan يعني أنا بعدل في البلان بتاعتي في الخطة بتاعتي عشان أوصل لحل المشكلة to solve the problem. أنا مش عايزاكم تتلخبطوا إنما هنا بديكوا الستبس الخطوات. number 1 عندي هنا idea number 2 materials number 3 plan number 4 build. هنا هنبدأ بنمبر 1 اللي هي the first step اللي هي الخطوة الأولى اللي هي عندي الايديا يعني الفكرة. يعني إيه مس مروة؟ يعني دلوقتي أنا قاعد in my home في بيتي يبقى أنا قاعدة كده ببص فجأة لقيت one of the legs of a chair was broken إن رجل الكرسي مكسورة فعلى طول كده هو شكله مضايقني كل شوية أبص عليه وأحس إن هو مكسور. يبقى في ساعتها the first step الخطوة الأولى إن أنا جاتلي كده idea في دماغي إن جاتلي فكرة وأنا ببص على chair. إيه هي؟ to fix the chair إن أنا عايزة أصلح الكرسي. يبقى الايديا اللي جت في دماغي هنا لما بتكلم عن الباراجراف اللي فوق ده يبقى the first step اللي هي الايديا اللي جت في دماغي كده وانا ببص على chair. ايه هي؟ to fix the chair ان انا اصلح الكرسي. هكتب to fix ان انا اصلح to fix the chair ان انا اصلح الكرسي. فهمنا يعني ايه كلمة idea؟ idea يعني فكرة. هنا عندي the second step يعني الخطوة الثانية اللي هي الماتيريالز. طب وانا قاعدة كده بقول ده انا هصلح الكرسي I will fix that chair يعني هصلح الكرسي. ايه الماتيريالز؟ الخامات او الادوات اللي هتساعدني ان انا to fix that chair. ايه هي؟ هلاقي كاتب لي هنا عندي nails اللي هي المسامير and a hammer اللي هو المسامير والشاكوش. يبقى هاجي هنا في number 2 هكتب nails N-A-I-L-S nails and و hammer H-A-M-M-E-R. يبقى number 1 هنا عرفنا ان الايديا
idea دي the first step يعني الخطوة الأولى. number 2 the second step الخطوة الثانية بتكون عندي الماتيريالز اللي هي أنا بستخدمها علشان to fix the problem أو to solve the problem إن أنا أحل المشكلة. هنا عندي في number 3 البلان بتاعتي بقى. خلاص أنا الفكرة جت في دماغي إن أنا عايز أعمل إيه؟ إن أنا عايز to fix the chair إن أنا عايز أصلح الكرسي. number 2 الماتيريالز اللي أنا هستخدمها خلاص أنا حضرتها عندي النيلز وعندي الهامر nails and hammer. طب إيه البلان بتاعتي بقى؟ خلاص أنا حضرت كل حاجة، جبت النيلز وجبت الهامر، بروح أعمل إيه؟ to bring the chair إن أنا عايز أحضر بقى قدامي الحاجة اللي أنا هشتغل عليها، يبقى هعمل إيه؟ to bring يعني يحضر to bring. هنا هكتب chair هجيب الكرسي to bring chair ده هنا letter A. بعد كده بعمل كوما إن أنا هجيب عندي إيه؟ to bring chair. هنا عندي النيلز NAILS. بعد كده هكتب and hammer. أنا كده خلاص حضرت الحاجة اللي أنا هشتغل عليها، دي البلان بتاعتي. يبقى أنا هنا عندي the first step idea, the second step materials, the third step هي عندي البلان اللي هي الخطة اللي أنا بمشي عليها أو إن أنا بحضرها في دماغي قبل ما أبدأ إن أنا أصلح الكورس. هنا عندي number 4 build. يعني إيه build؟ يعني إيه؟ خلاص أنا حضرت كل حاجة كده في دماغي. build هي الخطوة العملية اللي أنا بعملها علشان to solve the problem اللي أنا أحل المشكلة. هعمل إيه بقى هنا؟ هكتب فيها إيه؟ هكتب you use يعني أنا هستخدم the hammer الشاكوش to fix the nails in the chair and repair it. يبقى كل ده هنا من عندي من أول you ده هنا عندي number 4 اللي هي البيلد. يعني تكتبوا اللاين ده كله هتكتبوه هنا في البيلد. يبقى أنا هنا في البيلد بقول إيه؟ بقول I use يعني أنا هستخدم the hammer to fix the nails إن أنا بستخدم الهامر اللي هو الشاكوش to fix إن أنا أثبت النيلز in the chair في الكرسي and repair it وأصلحها. طب يبقى أنا من lesson 7 هنا يا ميس مروة هتسألوني إيه الكلمات اللي نحفظها written؟ أنا عايزاكم تعرفوا كلمة problem يعني مشكلة، steps مهمة جدا، steps يعني خطوات، وعايزاكم تعرفوا الخطوات بالترتيب. الفيرست ستيب هنا عندي idea، number 2 materials، number 3 plan، number 4 البيلد. وقلت لكم الانسر بتاعتها فوق مكتوبة في الباراجراف. طيب أنا كده في المرحلة دي خلاص أنا جات لي الفكرة واستخدمت الماتيريالز وحضرت البلان بتاعتي والبيلد. خلاص أنا بدأت إن أنا أحل المشكلة. طيب وصلت للآخر وإيه اللي حصل معايا؟ I repair it. الكلمة دي مهمة جدا. I repair it يعني خلاص أنا حليت المشكلة. خلاص يبقى الأيديا بتاعتي صح والماتيريالز تمام والبلان اللي أنا حطيتها مظبوطة والبيلد اللي هي الخطوة العملية إن أنا صلحت بيها التشير. خلاص تمام كده أنا وصلت للنهاية إن I repair it أنا خلاص أنا صلحت الكرسي. أمال إيه اللي بعد كده؟ الخطوة اللي بعد كده هنا عندي بيقول لي my improved plan يعني الخطة المعدلة. يعني إيه الخطة المعدلة؟ لو أنا وصلت للجزء ده ولقيت إن في الآخر حصل معايا دروب يعني المشكلة ما اتحلتش معايا وإن الدنيا اتلخبطت خالص، يبقى أنا هاجي هنا وأعمل إيه؟ أعمل improved plan يعني خطة معدلة يعني هعدل في الخطة اللي أنا حطيتها في الأول. هنا بيقول لي إيه في الأكتيفيتي؟ هنفهم أكتر يعني إيه improved plan. هنا بيقول لي read the following paragraph then choose correct answer. يعني هنا جايب لي paragraph بعد كده هنا جايب لي questions ومطلوب مني إن أنا أختار الأنسر الصحيحة عشان يعلمني كلمة improved plan يعني إيه. هنا بيقول لي your young brother يعني أخوك الصغير قطع one paper of your book يعني قطع صفحة من البوك بتاعك. بتحصل كتير، كلنا عندنا إخوات صغيرين وممكن في أي لحظة تلاقي البوك بتاعك كده معاه ويعمل إيه؟ cut one paper of your book يعني قطع لك صفحة من الكتاب بتاعك.
You have an idea. انت عندك فكرة to solve this problem علشان تحل المشكلة دي. So نتيجة لذلك هتعمل ايه بقى؟ So you put a plan to repair your book by using a rope. rope اللي هو الحبل. But ولكن you discovered اكتشفت that the rope الحبل cannot be used to repair your book. بعد كده اكتشفت ان البوك بتاعك ده ما ينفعش ان هو يتصلح عن طريق او باستخدامك الروب الحبل. يعني هل البيبر اللي في ايديك دي علشان ترجع تاني تحطها في الكتاب او تلزقها في الكتاب هل ينفع ان انت تستخدم روب حبل؟ عمرها حصلت كده شفتوا حد لزق البيبر بتاعته في البوك تاني عن طريق الحبل؟ يبقى انا هنا البلان بتاعتي فيها حاجة غلط، مش هينفع معايا الروب، مش هينفع معايا. يبقى انا كده حصل دروب في البلان بتاعتي، حصل دروب يعني حصل خطأ. هعمل ايه بقى؟ هعمل امبروف للبلان بتاعتي. امبروف للبلان بتاعتي يعني انا هرجع تاني افكر في ماتيريال تانية تساعدني ان انا اعمل ايه to solve this problem، ان انا احل المشكلة. هنا بيقول لي choose how you can improve your plan to repair the book. هنا بيقول لي نحفظ كلمة improve مهمة جدا. improve يعني بيعدل أو بتحسن. improve your plan إن أنت بتحسن من البلان بتاعتك، الخطة بتاعتك. improve يعني بتحسن منها أو بتعدل فيها. طيب دلوقتي بالنسبة للبوك اللي معايا عشان ارجع البيبر المقطوعه دي انا تاني في البوك، هل خلاص انا عرفت ان انا الروب مش هينفع استخدمه، ده طلع معايا دروب يعني طلع معايا كده غلط خالص، هيوديني في سكه تانية مش هينفع استخدمه. طب هو هنا جايب لي ايه؟ جايب لي هنا عندي using paste tape. paste tape اللي هو اللزق العادي اللي احنا بنلزق بيه البيبر، وهنا by using nails اللي هي المسامير، هنا by using thread اللي هو الخيط، by using water ان احنا نستخدم الووتر اللي هو المية. طب دلوقتي انا عندي paper مقطوعة من البوك، عشان ارجع تاني احطها وحصلت مع ناس كتير انا عايزة الزقها تاني في البوك، ايه اللي ينفع استخدمه هنا؟ ينفع استخدم الووتر، ينفع استخدم المية. هل لو انا حطيت مية كده على البيبر هتلزق لوحدها؟ استحالة، يبقى الووتر مش هتنفع. thread، هل ينفع ان انا استخدم thread الخيط عشان ارجع البيبر؟ يبقى wrong، مش هينفع. النيلز، هل النيلز ينفع ان انا استخدمها وكده واستخدم الهامر ان انا ارجع البيبر تاني للبوك؟ wrong، يبقى مش هينفع النيلز. هيتفضل هنا عندي مين؟ using paste tape اللي احنا بنستخدمه على طول اللي هو اللزق. يبقى انا هاخد البيبر اللي معايا دي احطها على البوك واستخدم البيست تيب اللزق ده وافتحه كده وابدا ان انا الزق البيبر في البوك. يبقى انا هنا عملت ايه؟ improve to your plan، عملت improve للخطه بتاعتي. لما لقيت ان الروب اللي هو الحبل مش هينفع ان هو استخدمه ان انا الزق البيبر في البوك، استخدمت ايه بقى؟ رحت على طول قلت لا خلاص ده مش هينفع، على طول اروح اجيب حاجه تانية. استخدمت ايه؟ paste tape اللي هو اللزق. يبقى انا هنا هنضيف خطوه تانية للستبس بتاعتنا. احنا الستبس بتاعتنا كانت واقفه على ايه؟ كانت بادئه ان انا عندي idea، materials، plan، عندي build. انا وصلت للمرحله دي وخلاص لقيت ان حصل معايا دروب، يعني الماتيريال اللي استخدمتها دي كانت wrong واستخدمت ماتيريال تانية. زي ما انا هنا تحت استخدمت الروب اللي هو الحبل، بعد كده لقيت ان هو wrong، رجعت استخدمت البيست تيب. يبقى هزود بعد كده بعد خطوة البيلد بزود ايه؟ improve يعني انا بحسن في البلان بتاعتي. هنا عندي في lesson 8 بعنوان vegetables from my garden اللي هي الخضروات من الحديقة بتاعتي. vegetables from my garden. هنا في الاكتيفيتي بيقول لي ايه؟ read the following then write the name، بكتب الاسم of each step. اتفقنا ان كلمة step يعني خطوة والبلورال بتاعها steps يعني خطوات. using the following words and order them correctly، يعني هو الستبس اللي هو كاتبها لي دي مش مكتوبة بالترتيب الصحيح، انا لسه هعمل لها ايه؟ هعمل لها order يعني بعمل لها ترتيب.
طب أنا هنا عندي إيه؟ idea plan build improve materials. كنا في lesson 7 وصلنا لغاية كلمة build. بعد كده جينا في next page من lesson 7 زودنا عليها كلمة improve. لما أنا بعمل إيه؟ لما أنا بعمل improve للبلان، تعديل للخطة. نمبر 1 قلناها في الستبس بتاعتنا to solve any problem، عشان أحل أي مشكلة. نمبر 1 هي بتكون إيه؟ idea. نمبر 1 idea يعني الفكرة. نمبر 2 الماتيريالز اللي هي الخامات اللي أنا بستخدمها. نمبر 3 اللي هي البلان الخطة اللي أنا بحطها. نمبر 4 البيلد اللي هو خلاص أنا ببدأ أشتغل على كل حاجة حضرتها. نمبر 5 اللي هو improve اللي أنا بعمل improve تعديل أو تحسين في البلان. لما بتكون عندي drop وصلت للجزء ده ولقيت اللي أنا عملته ده عك الدنيا وخلاص ما وصلنيش للحل، بعمل إيه؟ بعمل improve للبلان على طول. بعمل improve للبلان على طول وبستخدم ماتيريال جديدة. طيب هنا بيقول لي your brother أخوك water the plants يعني بيسقي الزرع in the garden. في garden يعني في الحديقة. you notice أنت لاحظت that he irrigates يعني غرق النباتات. he irrigates the plants with a large amount of water without conservation. يعني انت لاحظت كده ان هو اخد كمية كبيرة من المية. irrigate دي يعني يغرقها، يعني اداها اكتر من الكمية اللي هي محتاجاها. with a large amount كمية كبيرة of water without يعني بدون conservation يعني ملاحظة. يعني هو ما اخدش باله او ما لاحظش ان خلاص هي خدت الكمية بتاعتها، وانما قعد يزود في ايه؟ في الاماونت of water، في كمية المية. You think أنت بتعتقد to reduce عشان تقلل the water consumption اللي هو استهلاك المية. دلوقتي أنت بتفكر في idea فكرة to reduce عشان تقلل the water consumption اللي هو استهلاك المية. You think أنت بتعتقد to reduce عشان تقلل the water consumption اللي هو استهلاك المية as follows. دلوقتي انت لقيت الدنيا عكت خالص مع your brother وهو بهدل الدنيا خالص واخد large amount of water يعني اخد كمية كبيرة من المية. فدلوقتي الحل بتاعك انت عايز توصل لايه؟ عايز توصل to reduce يعني تقلل the water consumption اللي هو استهلاك المية. طب هو هنا جايب لي ايه؟ هو هنا جايب لي الستبس، جايب لي الخطوات، وطالب مني بس ان انا اكتب النيم اوف ذا ستيب يعني اسم الخطوه دي ايه. نمبر 1 هنا كان كاتب لي ايه تحت؟ كاتب لي الايديا، وهنا قلنا ان الايديا لما عملنا اوردر كتبنا ان نمبر 1 في الستبس بتكون هنا عندي ايديا materials plan build improve. يبقى نمبر 1 هنا عندي الايديا بتاعتي اللي جت في دماغي. يعني انا اول ما شفت كده الدنيا بايظه خالص جات لي في المايند بتاعي في عقلي جات لي ايديا يعني جات لي فكره. ايه هي الفكره اللي جات لي؟ you have an idea يعني انا عندي فكره to reduce ان انا اقلل the amount of water يعني كميه الميه which is used in garden. يعني انا ما شفت كده الدنيا غرقانه قلت لا استحاله ده كده wrong كده غلط، انا لازم يكون عندي فكره في دماغي ان انا اقلل to reduce the water consumption اللي هو استهلاك الميه. يبقى نمبر 1 هنا عندي idea. انا هعمل ايه؟ انا هقراهم كده كلهم، بعد كده هاخد name of the step اسم الخطوه وانزل اكتبها تحت وارقم النمبر بتاعها. هنا فوق بيقول لي now you will build your plan. bring the bottle هتجيب البوتل، هتجيب ازازه and fill it تملاها with water تملاها بالميه and start تبدأ to water the plants تبدأ ان انت تروي البلانتس. يبقى هنا كاتب لي ايه ده؟ كاتب لي هنا كلمة build، كاتب لي now you will build your plan يعني خلاص انت عملت البلان بتاعتك وبتعمل لها build يعني بتنفذها. هتعمل ايه بقى؟ bring the bottle and fill it with water and start to water the plants. اللي انت هتجيب ازازة وتبدأ اللي انت تروي الزرع بتاعك من خلال ايه؟ من خلال البوتل، من خلال البوتل. يبقى البيلد هنا عندي دي كانت الستيب نمبر A، كانت
step name هنا بكتب step name يعني بكتب اسم الخطوة. هنا عندي دي build. طيب النمبر بتاعها كان نمبر A، كان نمبر 4. نمشي كده بالترتيب. ولو أنا لو وصلت للمرحلة دي ممكن أعمل حاجتين، ممكن إن أنا أقرأهم الأول كلهم بعد كده أرجع أعمل نمبر أو أكتب الأوردر بتاع الستبس. إنما أنا هنا لقيت عندي هي حل نفسها، ده هو كاتب لي كلمة build خلاص، يعني هي حل نفسها. هنا بيقول لي your plan is that الخطة بتاعتي filling the bottle to water the plants، إن أنا خلاص بملأ الإزازة علشان to water the plants، إن أنا أروي الزرع. هنا بيقول لي your plan، يبقى دي إيه؟ الخطة بتاعتي. طيب step name اسم الخطوة دي اسمها plan يعني خطة. طيب هو النمبر بتاع plan لما عملنا order كان نمبر A، كان بيبقى نمبر 3. يبقى هنا بكتب الستيب نيم اسم الخطوة والستيب نمبر رقم الخطوة. You will use أنا هستخدم، أول ما ألاقي كلمة use أعرف إن أنا هتكلم على الماتيريالز يعني الخامات اللي أنا هستخدمها. You will use an empty bottle of water، بتستخدم empty bottle of water يعني إزازة مية فاضية، بتجيب كده إزازة مية فاضية. يبقى دي هنا عندي إيه؟ step name اللي هي الماتيريالز اللي أنا بستخدمها. تمام، يبقى هكتب هنا materials وبتطلع بتاخدها من فوق، يعني هو كاتبها لك هنا فوق اهي materials. هنا عندي number A كانت number 2. هنا بيقول لي the bottle pours a large amount of water. ده أنا لاحظت هنا إن البوتل الإزازة pours يعني بتنزل a large amount of water يعني كمية كبيرة جدا من المية on the plants على الزرع. so نتيجة لذلك you should يجب عليك improve تعدل فيها أو تحسن في البلان دي that by making a small hole عن طريق إن أنا بعمل فتحة صغيرة في البوتل in the cover of the bottle يعني بغطاء الإزازة. يعني وليكن دلوقتي الحل بتاعي إن أنا جبت بوتل كده وهستخدمها إن أنا أروي بيها البلانتس to water the plants، بس أنا لما فتحت الغطا بتاعها ما هي برضو نزلت كمية كبيرة، يبقى أنا كده إيه الدنيا عندي باظت. يبقى أنا هنا هعمل improve للبلان، هعمل تعديل للبلان أو هحسن فيها. هعمل إيه بقى؟ by making a small hole إن أنا بعمل كده فتحة صغيرة in the cover of the bottle يعني بغطاء الإزازة. لما أعمل فتحة صغيرة من هنا وأبدأ إن أنا to water the plants إن أنا أروي بيها الزرع، يبقى ده إيه بقى؟ يبقى ده الحل بتاعي. إنما لما وصلت هنا فوق للبلان بتاعتي ولقيت إن أنا خلاص في البيلد هنا في البيلد في نمبر 4 ولقيت إن أنا it's fill it with water and started to water the plants وبدأت إن أنا أروي الزرع، المفروض إن بعد الخطوة دي خلاص أنا بلاقي النتيجة إن الدنيا اتحلت ومفيش ووتر عندي في الأرض. لقيت إيه؟ لقيت لأ ده لسه فيه هنا عندي لقيت إن هنا لسه فيه عندي ووتر في الأرض. يبقى أنا هنا بعد مرحلة البيلد لما بوصل لها وبلاقي إن المشكلة بتاعتي ما اتحلتش it can't solve the problem يعني المشكلة ما اتحلتش، بعمل إيه بقى؟ بنزل أعمل لها improve يعني بيجي في دماغي كده إيه؟ بلان تانية يعني خطة تانية أو بستخدم حاجة تانية. إن أنا هنا عملت إيه؟ عملت small hole يعني عملت فتحة صغيرة. يبقى الستيب نيم هنا عندي اسمها improve، إن أنا عملت لها improve يعني حسنتها أو عدلت فيها، لكن مش بغير الخطة كلها، لا أنا بعمل لها improve يعني بعدل فيها. step name دي آخر واحدة عندي اللي هي number 5. فلما هنيجي كده نقراهم هلاقي الايديا اللي عندي لنمبر 1 you have an idea، عندي idea to reduce the amount of water which is used in garden. خلاص أنا جات لي فكرة إن أنا هقلل كمية المية، دي نمبر إيه؟ نمبر 1. طب نمبر 2 هنا عندي الماتيريالز you will use an empty bottle of water يعني هستخدم إزازة مية فاضية لأن أنا اللي هرجع عاملاها بالمية تاني. نمبر 3 البلان بتاعتي الخطة your plan is that filling the bottle إن أنا بقى حاملة الإزازة اللي أنا أخدتها دي to water the plants إن أنا هروي بيها الزرع بتاعي. ده نمبر 3.
نمبر 4 البيلد بتاعي اللي هي خلاص بقى انا هطبق كل الحاجات الايدياز والماتيريالز واخد كله واطبق كده الحل بتاعي. now you will build your plan. هتطبق الخطة بتاعتك. bring the bottle هتجيب الازازة and fill it with water هحط فيها مية and start to water the plants وهبدأ ان انا اروي الزرع. خلاص انا جبت الازازة هنا، جبت ازازة مش الخرطوم اللي معاه، وبدأت اروي الزرع. هل الخطة هنا نجحت؟ هل المشكلة اتحلت؟ لا، لقيت برضو ان المشكلة لا، لسه ده في كمية مية كبيرة جدا بتنزل من البوتل. على طول انزل اعمل improve، اعدل من الخطة، مش هغيرها انما هعدل فيها. بعمل ايه بقى؟ The bottle pours a large amount of water on the plants. لقيت ان المشكلة ان الازازة برضو بتنزل a large amount of water، يعني كمية كبيرة جدا من المية. So لذلك you should improve that. انا عايزة احسنها او اعدل من الخطة by making ان انا هعمل small hole، فتحة صغيرة in the cover of the bottle، يعني بعمل فتحة صغيرة في الازازة. طيب انا قبل ما اخش على البروجكت اللي هو نهاية chapter 2 انا عايزة الخص لكم كل اللي كان في lesson 7 و lesson 8. هنا كنا بنتكلم عن ايه؟ في اول حاجة خالص هنلخص كل الكلام ده. هنلخص ان لازم الوردز اللي عندي حفظ هي كلمة problem وكلمة steps، ونحفظ كلمة idea وmaterials وplan وbuild وimprove. دول اللي علينا حفظ في lesson 7 ولسن 8. انما engineering design process مش شرط انك تحفظها written، انما خليك عارفها oral. طيب هو اصلا lesson 7 كده مراجعة سريعة، ولسن 7 ولسن 8 كان بيكلمنا عن ايه؟ كان بيكلمنا ان انا بيكون عندي problem، واني problem اي مشكلة عندي في الدنيا عشان احلها لازم يكون عندي steps، لازم يكون عندي خطوات، والستبس اللي بمشي عليها idea number 1، number 2 materials، number 3 plan، number 4 build. طالما وصلت للجزء ده واتحل خلاص كده الدنيا زي الفل. المشكلة ما اتحلتش بنزل تحت بعمل ايه؟ بعمل improve للبلان، يعني بعمل تعديل على البلان. هنا عندي في lesson 9 ولسن 10 هنا عندي البروجكت بتاعي اللي كل مرة بيكون بعد نهاية كل chapter بيديني project. ده يعني حاجة كده أنا بعملها في البيت زي homework. هنا بيقولي design a commercial، يعني بعمل إعلان تجاري. طالب منك إنك تعمل design لcommercial يعني إعلان تجاري. and draw يعني بترسم it by using the following information. يعني إيه؟ يعني دلوقتي وليكن أنت عندك بايسكل أهي قدامك، مطلوب منك اللي أنت تعمل design. هنا بيقولك a commercial يعني إعلان تجاري، أنت بتعمل كده زي إعلان عنها أنت عايز تبيعها، يعني أنت عايز تبيعها فبتكتب أحسن حاجة عندك وبتكتب الوردز بطريقة معينة وبتعمل ديزاين، بتعمل رسم معين عشان انت عايز تعمل ايه؟ انت عايز تسل ذا بايسكل، انت عايز تبيعها. كوميرشال هنا يعني زي تجارة، يعني انت كده دخلك في موضوع التجارة. هنا عندي البرودكت اللي هي البايسكل it costs يعني السعر بتاعها 300. its features يعني مميزاتها it helps to move from place to place يعني بتساعدك انك تروح من مكان لمكان easily يعني بسهولة and save time وتوفر الوقت. you will get a free gift، انت كمان هتاخد free gift يعني هدية. a small bag يعني شنطة صغيرة. the phone number to communicate يعني كاتب لك هنا number للفون ان انت هتستخدمه لما تبقى عايز تعمل communicate يعني تتصل بمين؟ بالبائع اللي هو بيبيع البايسكل. يبقى انت هنا هتعمل design عشان تعمل ايه؟ to sell the bicycle عشان تبيع البايسكل. هنا كده هو عامل لك تحت للديزاين يعني للتصميم بتاعك. يبقى احنا كده حبايبي انتهينا من chapter 2 في منهج الديسكفر لجريد 2. اتمنى ان انا اكون قدرت ان انا ابسط لكم الفكره شويه واوصل لكم منهج ديسكفر. منهج ديسكفر مش تقيل، في ناس كتير جدا بتعتمد ان هي خلاص تتاسس في كونكت بلس وتسيب منهج ديسكفر. لا، منهج ديسكفر مهم جدا زي ما كونكت بلس مهم، زي ما الماث مهم، زي ما اللغه العربيه مهمه. وان شاء الله اتمنى ان انتوا تكونوا فهمتوا مني الفيديو النهارده، وما تنسوش اللايك والشير والسبسكرايب. وشكرا واشوفكم الفيديو اللي جاي.